بتبدأ الحلقة الأولى من الموسم الثاني بالأمير جيسيرس ابن الملكة رينيرا، وهو بيقابل اللورد كريجن ستارك حاكم الشمال عشان يقنعه يقف في صف والدته الملكة الشرعية للممالك السبعة. وبيأكد اللورد كريجن للأمير جيسيرس إن عيلة ستارك مش بتنسى عهودها أبدا، وإنهم أقسموا الولاء للملك فيسيرس بإن رينيرا هي خليفته الشرعية، لكن لأن الشتاء داخل فهو محتاج لرجالته في الشمال. فجيسيرس بيقول له إن الملكة رينيرا مش هتقدر تسترد حقها في العرش إلا بدعم الشمال. لكن وهم بيتكلموا بتيجي رسالة من دراجون ستون مقر الملكة رينيرا بتعرفهم ان الامير لوسيرس اخو الامير جيسيرس مات زي ما شفنا في نهاية الموسم الاول. وبعدها بنشوف الامير ديمون بيطلب من الاميرة رينيس يطلعوا هما الاتنين بتنانينهم ويهجموا على التنين فيجر في كينجز لاندنج ويقتلوه هو والراكب بتاعه الامير ايموند عشان يجيبوا حق لوسيرس. فرينيس بتسأله اذا كانت دي اوامر الملكة، فبيقول لها ان الملكة غايبة بقالها ايام بتدور على جثة ابنها عشان تتأكد انه مات. فرينيس بتقول له انها مش هتروح في حتة غير بأوامر من الملكة. وبنروح للورد كورلس فلاريون قائد الأسطول وجوز رينيس، واللي أسطوله فارض حصار رهيب على كينجز لاندنج ومانع عنهم كل مصادر الأكل والشرب. وكورلس بيقابل واحد اسمه ألين وبيشكره لأنه كان أنقذه من البحر قبل كده في الموسم الأول. وكورلس بيقول له إنه عايز السفينة بتاعته تتصلح في أسرع وقت عشان يروح يقود الحصار بنفسه، لكن ألين بيعرفه إن السفينة بتاعته لسه قدامها أسابيع لحد ما تتصلح، بس هيحاول يخلي أخوه يستعجل النجارين. وفي مدينة كينجز لاندنج بنشوف الملك ايجون الثاني وهو بيدور على ابنه جيهيرس عشان عايزه يحضر مع المجلس الملكي ويدربه انه يبقى ملك من بعده لما يكبر. لكن بنعرف ان هيلينا مرات ايجون مش عايزه ابنها يبقى ملك، وبتقول لايجون انها خايفه، فبيقول لها تطمن لان طول ما معاهم التنين فيجر محدش هيجرؤ يهجم على المدينه. فبتقول له انها مش خايفه من التنانين لكنها خايفه من الفيران، بس الملك بيفتكرها بتقول اي كلام. لكن بنعرف بعدين ان هيلينا بتقدر تشوف حاجات من المستقبل وان كلامها عن الفيران كان له معنى خطير فعلا هنفهمه بعدين. وبنشوف بعدها المجلس بتاع الملك وهم بيستعرضوا العائلات اللي اعلنت ولائها لايجون والعائلات اللي لسه ما اعلنتش او اعلنت ولائها لرينيرا. وبيقترح ايجون انه يروح بتنينه سانفاير ومعاه ايموند وتنينه فيجر عشان يجبروا عائلة تالي على الخضوع لان مملكتهم موقعها استراتيجي. لكن قائد الحرس الملكي سير كريستون كول بيقول للملك ان خروجه بنفسه للحرب ممكن يعرض حياته للخطر، وكمان انهم محتاجين للتنين فيجر في المدينة عشان يصد اي هجوم محتمل لرينيرا اللي اكيد هتبقى عايزه تنتقم لابنها. وبعدها بنروح لرينيرا واللي بتكون لسه بتدور على جثه ابنها، وبتشوف من بعيد مجموعه من الصيادين بيكونوا لقوا جناح تنين في شبكه الصيد بتاعتهم، فبتروح هناك بنفسها وبتلاقي بقايا التنين بتاع ابنها وهدوم لوسيرس غرقانه في دمه. فبتنهار رينيرا لما بتتاكد اخيرا ان ابنها الامير لوسيرس مات فعلا. وبنشوف بعدها الملك ايجون وهو قاعد على العرش الحديدي وبيسمع شكاوى سكان المدينه اللي بيقولوا له انهم مش لاقيين اكل في الاسواق بسبب الحصار. فايجون بيوعدهم انه هيبعت التنين فيجر قريب يحرق كل السفن اللي محاصره المدينه. لكننا بنشوف كمان قد ايه مساعد الملك اوتو هايتاور مسيطر على الملك ومخليه لعبه في ايده. وعشان كده اللورد لاريس سترونج كبير الجواسيس بيتكلم مع الملك وبينصحه انه يعين مساعد جديد ليه بدل اوتو. وبنروح لسفن الحصار وبنشوف الحراس اللي عليها وهم بيفتشوا المراكب اللي خارجه من كينجز لاندنج، فبيلاقوا ميساريا واللي كانت شغاله جاسوسه في المدينه مستخبيه في مركب وبتحاول تهرب من المدينه. فبيودوها للامير ديمون اللي بيحقق معاها وبيتهمها بالخيانه وانها ساعدت في تسليم الحكم لايجون. فبتقول له انها في النهايه بتشتغل لصالح اللي بيدفع اكتر وملهاش اي ولاء لحد، فبيأمر الحراس بحبسها. وبعدها بنشوف الملكه رينيرا بعد ما رجعت من رحلتها وبتدخل على المجلس بتاعها، وديمون بيقول لها انه هيروح على قلعه هارين هول عشان يسيطر عليها وتبقى نقطه انطلاق ليهم للهجوم على كينجز لاندنج. ورينيس بتبلغها باخبار الحصار اللي عامله جوزها، لكن رينيرا مش بتسمع كل ده وبتقول لهم انها دلوقتي عايزه دم الامير ايموند تارجاريان اللي قتل ابنها. وبيرجع الامير جيسيرس وبيقابل امه الملكه وبيبلغها باللي عمله في رحلته، وبيعرفها ان الليدي جين ارين حاكمه الوادي تعهدت بالولاء للملكه في مقابل ان الملكه تديهم تنين يحمي الوادي، وان اللورد كريجن ستارك وعد بتقديم 2000 محارب لدعم الملكه. وبينهاروا بعدها هما الاتنين من الحزن على الامير لوسيرس، وبيتجمعوا كلهم وقت الغروب عشان يعملوا جنازه للامير لوسيرس واستحاله كبيره من الحزن. وبيروح ايموند لميساريا تاني وبيحاول يقنعها انها تستخدم شبكه الجواسيس اللي كونتها في كينجز لاندنج عشان تساعده ينفذ مهمه جوه المدينه، وده هيكون في مقابل حريتها. وفي ليله بعدها بياخد ديمون مركب وبينزل على شاطئ مدينه كينجز لاندنج وهو متخفي، وبيقابل واحد من الحراس الموالين ليه وبيديله فلوس كتير عشان يدخله المدينه، ويقابل واحد من
من صيادين الفيران اللي شغالين في القلعة الملكية، واللي شغال برضه جاسوس مع ميساريا. وبتكون ميساريا قالت لديمون ان الجاسوس ده عارف كويس السراديب السرية اللي موجودة جوه القلعة، فديمون بيقول له انه هيكلفه بمهمة، والمهمة دي هتكون انه يدخل القلعة هو والحارس الموالي لديمون ويقتلوا الامير ايموند تارجاريان، وبيديله نص المبلغ وبيقول له النص التاني بعد تنفيذ المهمة. والجاسوس بيسأله طب نعمل ايه لو ما لقيناش الامير ايموند؟ فديمون بيبص له وهنعرف بعدين هو قال له ايه. وبتبدأ رحلة الجاسوس والحارس جوه القلعة، فبيدخلوها من السراديب السرية واللي بيكون الجاسوس حافظ مداخلها ومخارجها كويس جدا، وبيعدوا بعدها من قاعة الملك. وبيكون من سخرية القدر ان الملك بنفسه كان قاعد ساعتها على العرش وبيسكر مع اصحابه المقربين، وبيعدوا من قدامه وهو كان في اللالا لاند خالص. وبعدها بيوصلوا لجناح ايموند لكنهم مش بيلاقوه هناك، فالحارس بيقول له انهم لازم يدوروا في باقي الغرف عشان ينفذوا المهمة وياخدوا باقي المبلغ. وواحدة من الخدم بتشوف الحارس فبيقول لها انه جاي عشان يصطاد الفيران. والجاسوس بيوصل لغرفة الملكة هيلينا وبيهددها بالقتل لو ما قالتش على مكان الامير جهيرس ابن ايجون. وبنعرف ساعتها ان ديمون قال لهم انهم لو ما لقوش ايموند يقتلوا جهيرس عشان يبقى ابن ايجون مقابل ابن رينيرا. وبنستغرب لما بنشوف هيلينا وهي بتشاور على السرير اللي نايم فيه ابنها، وبيبدأ الحارس يقتل الامير الصغير ويفصل راسه عن جسمه وياخد الراس يسلمها لديمون اللي كان قايل لهم لازم تجيبوا راس اللي تقتلوه عشان تاخدوا باقي المبلغ. اما هيلينا فبتاخد بنتها وبتهرب على جناح أليسنت وبتقول لها ان صيادين الفيران قتلوا جهيرس. وساعتها بس بنفهم كلام هيلينا لما قالت انها خايفة من الفيران. وبندخل على الحلقة التانية واللي بتبدأ بالحرس الملكي وهم بيفتشوا القلعة ومعاهم الكلاب الضخمة، وبيكونوا قفلوا البوابات وجمعوا كل الخدم في مكان واحد. والملك ايجون بيبقى في حالة انهيار وبيكسر كل حاجة قدامه، وبيدخل ايجون على المجلس بتاعه وبيزعق فيهم وبيسأل قائد الحرس كريستون كول وبيقول له كنت فين سيادتك لما حصلت الجريمة دي؟ فكريستون بيقول له انه كان نايم في سريره بعد ما خلص ورديته. لكن الحقيقة اللي ما يعرفهاش ايجون ان كريستون على علاقة بأمه أليسنت وكان معاها وقت الجريمة. وايجون بيكون في حالة انهيار شديد، وبيجي اللورد لاريس وبيقول له ان الحرس قبضوا على واحد من حرس المدينة جوه القلعة وهو بيحاول يهرب ومعاه كيس فيه راس الامير جهيرس. فايجون بيقول له انه هيروح يقتله بنفسه، لكن اوتو بيلحقه وبيقول له اننا لازم نستجوبه الاول عشان نعرف مين اللي وراه. واوتو بيقرر يستغل الحادثة ويعمل جنازة كبيرة للامير جهيرس تمشي في شوارع المدينة ويوري للناس وحشية رينيرا وقد ايه هي مجرمة وبتقتل الاطفال الابرياء، وخصوصا ان الطفل ده يبقى ابن اخوها، وبكده يبقى كسب تعاطف الناس مع ايجون وخلاهم يكرهوا رينيرا. وبنشوف بعدها لاريس سترونج وهو داخل على الحارس اللي قتل الامير وبيفتح قدامه ادوات التعذيب عشان يخوفه ويخليه يعترف. لكن الحارس بيعترف فعلا بكل حاجة قبل حتى اول قلم، وبيقول على الاتفاق اللي كان بينه وبين ديمون وان شريكه في الجريمة كان واحد من صيادين الفيران اللي شغالين في القصر لكنه ما يعرفش اسمه. وبيدخل بعدها الملك ايجون على الحارس القاتل وبيقتله بايده زي ما قال قبل كده. وفي نفس الوقت ده بتبدأ جنازة الامير الصغير واللي بيكون فيها جثمان الطفل محطوطة على عربية، وفي العربية اللي وراه امه الملكة هيلينا وجدته الملكة أليسنت وهم لابسين ملابس الحداد. وبتلف الجنازة في شوارع المدينة وبنشوف قد ايه الناس فعلا بتتعاطف مع هيلينا وبتعزيها في ابنها، وبيبدأوا يلعنوا في رينيرا واللي معاها. وعلى الناحية التانية بتكون رينيرا مصدومة من اللي حصل وبتقول للمجلس بتاعها انها بريئة ومستحيل تعمل كده وتقتل طفل بريء، لكن بيبان على الناس في المجلس انهم مش مصدقينها. وطبعا المعلم ديمون بيبقى قاعد وعامل من بنها، فرينيرا بتاخده وتكلمه على انفراد وبتسأله اذا كان هو اللي امر بقتل طفل بريء وهو نايم في سريره. فبيقول لها انه عمل اللي كان لازم يعمله عشان ينتقم للملكة من اللي قتلوا ابنها. لكن رينيرا بتزعق له وبتقول له انت خليت منظري وحش جدا قدام الناس، وبقوا بيقولوا عليا رينيرا المتوحشة اللي بتقتل الاطفال. وبتقول له كمان انها ما بقتش قادرة خلاص تثق فيه لانه كذا مرة ياخد قرارات من ورا ظهرها ومن غير ما يرجع لها، وانها بقت شاكة انه بيستغلها عشان ياخد العرش لنفسه. فديمون بيغضب وبيسيبها ويمشي وبيروح ياخد التنين بتاعه عشان يطلع على قلعة هارين هول يسيطر عليها. وبتيجي بعدها بيلا بنت ديمون بعد ما استدعتها رينيرا عشان تكلفها بمهمة انها تاخد التنين بتاعها وتحاول تراقب كينجز لاندنج من بعيد. وبنرجع تاني على كينجز لاندنج وبنشوف كريستون كول وهو حاسس بتأنيب الضمير وانه كان مقصر في حماية القلعة لانه وقت الجريمة كان مع أليسنت في اوضتها. فبيروح لواحد من قادة الحرس الملكي اسمه سير أريك وبيقول له ان الجريمة حصلت في الوردية بتاعته، وبيفكروا باخوه التوأم إريك اللي خانهم وراح انضم لحزب رينيرا. فأريك بيفهم من كلام كريستون كول انه شاكك في خيانته هو كمان وانه موالي لرينيرا زي اخوه. وكريستون بيقول له ان مفيش قدامه غير طريقة واحدة يثبت بيها ولاءه لإيجون، وهي انه يستغل الشبه اللي بينه وبين اخوه وينتحل شخصيته عشان يدخل قلعة دراجون ستون ويقتل رينيرا. لكن أريك بيعترض وبيقول له انها مهمة خطيرة جدا وممكن يفقد حياته فيها لو اتمسك. فكريستون بيقول له لو مثلت شخصية اخوك كويس محدش هيشك فيك. وبنرجع لرينيرا واللي بتكون
بتحقق مع ميساريا وبتتهمها انها ساعدت في قتل الامير الطفل، لكن ميساريا بتقول لها ان كل اللي عملته انها ادت ديمون اسماء ناس هناك يساعدوه على دخول القلعه، وما كانتش عارفه هو ناوي على ايه، وهو قال لها ان ده تمن حريتها، وبتطلب من رينيرا انها تنفذ وعد جوزها ديمون وتخلي سبيلها. فرينيرا بتقول لها انها هتنفذ الوعد ده على شرط انها تسيب ويستروس كلها وما ترجعش تاني، وبتقول لها ان في سفينه مستنياه عشان توديها على بنتوس، وبتطلب من السير إيريك انه يفضل معاها لحد ما تلم حاجتها وتمشي. والسير إيريك ده بيكون الاخ التوأم لأريك اللي كلفه كريستون باغتيال رينيرا. وعلى الناحيه التانيه في كينجز لاندنج بيكون الملك ايجون ما قدرش يحدد شخصيه صياد الفيران اللي شارك في قتل ابنه، فامر بشنق كل صيادين الفيران اللي شغالين في القصر وتعليق جثثهم قدام الناس في الشارع، ويكون من ضمنهم القاتل الحقيقي. لكن الموضوع ده بيخلق حاله غضب كبيره في الشارع، لان اهالي المشنوقين بيتجمعوا تحت جثثهم المتعلقه وبيعيطوا ويندبوا. وبيجي اوتو مساعد الملك وهو متعصب جدا وبيقول لايجون انت ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لي؟ انت كده مسحت المكاسب اللي حققناها من جنازه ابنك، والناس في الشارع بعد ما كانوا متعاطفين معانا رجعوا واتقلبوا علينا وبيلعنوك في الشوارع. فايجون بيقول له انت اصلا مش بتعمل اي حاجه غير الخطابات الدبلوماسيه، لكن كريستون كول احسن منك لانه حط خطه ممكن تنهي الحرب دي كلها. وبيحكي له على خطه كريستون اللي حطها عشان يغتال رينيرا في عقر دارها. فاوتو بيغضب اكتر وبيقول لهم ازاي تتصرفوا تصرف زي ده من غير ما ترجعوا للمجلس. لكن ايجون بيجيب اخره من اوتو وبيقرر ينتهز الفرصه عشان يخلص منه، فبيأمره انه يخلع شاره المساعد ويسلمها لكريستون. فاوتو بيخلع الشاره وبيرميها على الارض وبيقول لايجون انه هيندم كتير على القرار ده، وبيسيبهم ويمشي. وميساريا بتكون في طريقها للسفينه ومعاها واحد من الحراس، لكن بيلفت نظرها واحد من الناس اللي رايحين في طريق القلعه لانها شكت ان هو نفسه السير إيريك اللي لسه سايباه جوه القلعه. فبتطلب من الحارس اللي معاها انه يستنى، وبيكون ده هو أريك اخو إيريك. وبيوصل للقلعه والحراس بيدخلوه باعتباره إيريك، فبيدخل يلف في القلعه عشان يدور على غرفه رينيرا. ورينيرا في الوقت ده بتكون بتستعد للنوم، وأريك بيتفاجئ باخوه إيريك جاي في اتجاهه فبيستخبى منه، وبعدها بيكمل طريقه جوه القلعه لحد ما بيوصل لغرفه رينيرا، وبيقفل الباب الخلفي من بره عشان رينيرا ما تعرفش تهرب منه. وبيروح على الباب الامامي وبيطلب من الحارس اللي واقف يمشي وهو هيقف بداله. وبعدها بيدخل على رينيرا الاوضه اللي بتفتكره إيريك، لكنها بتتفاجئ انه بيرفع سيفه وبيهجم عليها. لكن في اللحظه دي بيدخل سير إيريك الحقيقي وبيطلب من اخوه يرمي سيفه، لكن اخوه مش بيسمع كلامه وبيهجم بالسيف على رينيرا. لكن إيريك بيكون اسرع منه وبيصد الهجوم بسيفه، وبيدخلوا هما الاثنين في مبارزه رهيبه. ورينيرا بتطلب من الخادمه بتاعتها انها تستدعي الحارس اللي كان واقف على الباب، وبيجي الحارس وبياخد رينيرا في ظهره عشان يحميها، وبيبقى مش عارف مين فيهم إيريك من الاخ التوأم، لحد ما واحد منهم بيقدر يقتل التاني. وبيجي باقي الحرس على الاوضه وبنتفاجئ ان الاخ اللي لسه عايش هو إيريك الاصلي، واللي بيقرر يقتل نفسه عشان الملكه ما تفضلش عايشه في شك ومش عارفه اذا كان ده إيريك ولا اخوه التوأم. وبندخل بعدها على الحلقه الثالثه واللي بتبدا في مملكه الروافد، واللي كل حزب من الحزبين المتحاربين بيحاول يسيطر عليها بسبب موقعها الاستراتيجي. وبتكون المملكه تحت سيطره عائله تالي، وبيكون فيها عائلات تانية زي عائله بلاكوود وعائله براكن، واللي في بينهم عداوه من قديم الازل. وبتكون عائله براكن في صف ايجون، اما عائله بلاكوود فبتكون في صف رينيرا. وبتبدا الحلقه بخناقه بسيطه بين شباب العيلتين بتنتهي بحرب دمويه ومذبحه رهيبه. وبنروح بعدها لكينجز لاندنج وبنشوف كريستون كول وهو بيحضر اول اجتماع ليه باعتباره مساعد الملك، وايموند بيحكي لهم عن الحرب اللي حصلت بين العيلتين. واحد من المجلس بيقول ان اللورد جروفر تالي راجل عجوز ومش قادر يسيطر على العائلات اللي تحت ايده، فبيقترح كريستون ان ياخد جيش ويضم له جنود عائله براكن ويسيطروا على مملكه الروافد وقلعه هارن هول. فايجون بيساله اذا كان هياخد معاه ايموند وفيجر، فكريستون بيقول له ان التنين فيجر لازم يفضل هنا عشان يدافع عن المدينه ضد اي هجوم محتمل. فبيوافق ايجون على الخطه. وبنرجع لدراجون ستون وبنعرف ان ميساريا هي اللي رجعت وبلغت السير إيريك باللي شافته وهي رايحه تركب المركب. وبتيجي رينيرا وبتشكرها انها انقذت حياتها وبتسالها ازاي تقدر تكافئها. فميساريا بتقول لها ان مكافئتها انها تعينها في البلاط الملكي في منصب كبيره الجواسيس، وانها تقدر تستغل شبكه الجواسيس بتاعتها في كينجز لاندنج عشان تساعد رينيرا. فبتوافق رينيرا، وبعدها بتقعد رينيرا مع رينا بنت ديمون الثانيه وبتكلفها بمهمه انها تاخد تنين صغير وتديه لجين ارين حاكمه الوادي زي ما اتفقت معاها. وبعدها تاخد ولاد رينيرا الصغيرين مع باقي التنانين الصغيره والبيض اللي لسه ما فقسش عشان تطلع بيهم على بنتوس في قاره ايسوس عشان تحميهم من الحرب اللي هتحصل في ويستروس. وفي نفس الوقت ده بنشوف ديمون وهو بينزل بتنينه على سطح قلعه هارين هول، وبعدها بيدخلها من غير اي مقاومه
المقاومة لحد ما بيوصل للقاعة اللي فيها اللورد سايمون سترونج حاكم القلعة وهو قاعد بيتعشى مع افراد عيلته. فديمون بيقول لهم انه بيعلن سيطرته على القلعة، فسايمون بيقول له قشطة ماشي، وبيعلن ولاءه للملكة رينيرا. فبيستغرب ديمون من السهولة اللي سيطر بيها على القلعة، وبيبقى شاكك ان في حاجة مش مظبوطة، لكنه بيكتشف بعدها ان القلعة مجرد خرابة، لكنه بيفضل محتاجها عشان لو قدر يخضع مملكة الروافد يقدر يخلي جنودها واللي عددهم 40,000 جندي يتحصنوا في القلعة دي لانها اكبر قلعة في المنطقة. وديمون بيطلب من سايمون يناديه بصاحب الجلالة بدل سمو الامير، فبيستغرب سايمون لكنه بيجريه. اما السير كريستون كول فبيجمع جيشه وبيستعد للحرب، وبتيجي الملكة أليسنت ومعاها اخوها سير جوايين هايتاور وبتفرض عليه انه ياخده معاه في الجيش كواحد من القوات. وبيقبله كريستون وهو عصر على نفسه ليمونة لانه بيبقى واضح على اخوها انه مش مريح، وخصوصا انه بيفضل يلقح كلام على كريستون عشان اخد مكان والده اوتو وبقى هو مساعد الملك. وبيخرج بعدها الجيش للحرب تحت قيادة السير كريستون كول وبيتجه لمملكة الروافد. وبنروح لرينيرا واللي بتخرج عشان تودع رينا اللي رايحة مملكة الوادي حسب الاتفاق. وبيبقى باين على رينا انها مش مبسوطة بالمهمة دي وحاسة انهم بيبعدوها عنهم لانها عبء عليهم عشان هي الوحيدة اللي معاش تنين. لكن رينيرا بتقول لها تخلي بالها من اولادها الاطفال والتنانين الصغيرة وكمان البيض اللي معاها، لان لو كل حاجة اتدمرت هنا هتبقى هي الامل الوحيد اللي يخلي عيلة الترجريان تقدر ترجع من تاني. وبنروح لايجون اللي بيكون عايز يخرج للحرب هو كمان، فبيلبس درع من الفولاذ الفاليري. لكن بيجي السير لاريس وبيسأل ايجون عن اللي هو ناوي يعمله، فايجون بيقول له انه هياخد تنينه ويروح يحصل جيش كريستون. لكن لاريس بيطلب يكلمه على انفراد وبيقنعه انه لو خرج امه واخوه هيستغلوا غيابه ويسيطروا على الحكم. فبيقتنع ايجون ويقرر ان هو ما يخرجش من المدينة ويقعد على قلبهم. وبنرجع لجيش كريستون وبنشوف ان كريستون كان عنده حق في شكوكه ناحية جوايين اخو أليسنت، وانه فعلا شخصية مستهترة وغير مريحة لانه بياخد اصحابه وبيبعد عن الجيش. فبيروح وراه كريستون وبيقول لهم رايحين على فين كده ان شاء الله. فجوايين بيقول له ما تخافش، احنا بس رايحين نقضي وقت لطيف في حانة قريبة من هنا. فكريستون بيقول له انتوا كده في مكان مكشوف وجواسيس رينيرا ممكن يشوفوكم ونتكشف. وبيتفاجئوا بعدها بوجود تنين بيلا اللي رينيرا مكلفاها بمهمة المراقبة. فكريستون بيقول لهم يجروا بسرعة يستخبوا وسط الشجر، لكن بيلا بيكون نظرها قوي جدا فبتشوف على الارض فرسان بيجروا فبتنزل وراهم بالتنين، لكنهم بيستخبوا وسط الشجر. فبتفضل بيلا تحوم بتنينها فوق الشجر لكنها مش بتشوف اي حاجة فبتسيبهم وتمشي. وبتروح بيلا بعدها تبلغ رينيرا ومجلسها باللي شافته، وتقول انها متأكدة انها شافت سير كريستون كول وسط مجموعة من الفرسان، وان اكيد المجموعة دي وراها جيش كبير مستخبي في حتة. فرينيرا بتقول لها انت متأكدة انه كان كريستون؟ اصلك كنت على ارتفاع عالي ساعتها. فبيلا بتقول لها جلالتك انا نظري 6/6 شرط. ورجالة المجلس بيتحايلوا على رينيرا انها تطلع التنانين وتدمر جيش كريستون قبل ما يوصل مملكة الروافد. فرينيرا بتقول لهم انها تفكر في الموضوع. وبنرجع لديمون واللي بيكون واضح انه بيعاني من هلاوس بصرية حادة في قلعة هارين هول. ورينيرا بتروح لميساريا وبتطلب منها تساعدها تدخل كينجز لاندنج وتقابل أليسنت، يمكن تقدر تقنعها بأي حل سلمي يخليهم يتفادوا الحرب دي. فميساريا بتقول لها تعمل ايه بالظبط. فبتروح رينيرا وهي متنكرة في هيئة واحدة من بنات المعبد عشان ما تلفتش النظر ليها، وبيكون معاها واحد من حراسها اللي بيكون برضه متنكر في هيئة واحد من رجالة المعبد. وبينجحوا فعلا في دخول مدينة كينجز لاندنج وبيتجهوا ناحية المعبد اللي بتكون فيه أليسنت بتصلي وبتنور الشموع. وبتدخل عليها رينيرا وأليسنت بيجي لها ذهول من المفاجأة، لكن رينيرا بتقول لها انها عايزة تتكلم معاها وانها عايزة تمنع الحرب دي بأي طريقة وعايزة السلام يرجع للممالك السبعة من تاني. فأليسنت بتقول لها انا ممكن اصوت دلوقتي والم عليك الحرس. فرينيرا بتقول لها الحرس بتوعك اكيد هيقتلوني بس هكون انا قتلتك الاول. وبتحاول رينيرا تهديها وبتفكرها انهم اصحاب من وهم صغيرين وانهم يقدروا يتوصلوا لاتفاق مع بعض. فأليسنت بتقول لها انه فات الاوان لاي اتفاق. فرينيرا بتحاول تقنعها انهم ممكن يصونوا دم الاف من البشر ويمنعوا الدمار الرهيب اللي هيحصل بسبب التنين لو بس أليسنت رجعت لها حقها المسلوب في العرش. فأليسنت بتقول لها ان ابوها رجع في كلامه وهو على سرير الموت وعين ايجون بدلها في ولاية العرش. فرينيرا بتقول لها انها كدابة لان والدها لو كان غير رأيه كان هيعلن ده قدام الناس كلها، مش هيقول لها هي لوحدها في اوضه مقفوله. فأليسنت بتحكي لها الكلام اللي قاله بالظبط عن ايجون. فرينيرا بتقول لها ان ابوها كان دايما بيقول الكلام ده فعلا بس عن ايجون الفاتح مش ايجون ابنك. فأليسنت بتبدا تحس انها ممكن تكون فعلا فهمت جوزها غلط، لكنها بتكابر وبتقول لرينيرا انه فات الاوان خلاص وان كريستون خرج بجيشه وايموند مصر على الحرب وانها ما عادش ليها سلطه بعد ما ابوها ساب البلاط، وبتسيبها وبتمشي. وساعتها بتتاكد رينيرا ان الحرب خلاص بقى مفيش مفر منها. وبتبدا بعدها الحلقه الرابعه واللي بتبقى واحده من اقوى حلقات المسلسل، وبنشوف فيها ديمون في قلعه هارين هول مستمر في الهلاوس بتاعته وبيفوق منها على حاكم القلعه واللي بيقول له ان في غراب جاب رساله
رسالة بتقول ان جيش كريستون كول بيتقدم وانه استولى على قلعتين في طريقه وانه ممكن يكون في طريقه دلوقتي لقلعة هارين هول. فديمون بيقول له انه عايز يتكلم مع حاكم الروافد، لكنه بيتفاجئ بطفل صغير جاي يكلمه واللي بيعرف نفسه ان اوسكار تالي حفيد اللورد جروفر تالي وولي عهد المملكة. وديمون بيقول له امال فين جدك؟ فبيقول له ان جده تعبان جدا وعاجز عن الحركة. فديمون بيقول له يعني انت هنا عشان تتكلم بالنيابة عن جدك؟ فاوسكار بيقول له ما ينفعش اتكلم بالنيابة عنه وهو لسه عايش. فديمون بيقول له يبقى انت كده مالكش لازمة بالنسبة لي، وبيسيبه وبيمشي. وبتروح رينيس عشان تقابل جوزها عند المينا، وفي الطريق بتقابل ألين اللي شفناه في الحلقة الأولى وبتتكلم معاه وبتشكره انه انقذ حياة جوزها. ولما بتبص لملامحه كويس بتتأكد انه ابن غير شرعي لجوزها اللورد كورلس. وبيجي اللورد كورلس ورينيس بتقول له انها عارفة كويس ألين ده يبقى مين. وبنروح بعدها لأليسنت اللي بيدخل عليها كبير الحكماء بالدواء اللي هي طلبته، وبتكون مفهمة الحكيم ان الدواء ده لواحدة تانية تعرفها، لكننا بنتفاجئ ان هي اللي بتشرب الدواء اول ما الحكيم يخرج من الأوضة. اما كريستون كول فبيوصل بجيشه لأرض تبع عيلة داركلين، ودي بتكون عيلة موالية لرينيرا، وبيعدم كبير العيلة اللي بيرفض اعلان ولاءه لايجون. وبعدها بيتفاجئ جوايين اخو أليسنت ان كريستون بيأمر الجيش بالتحرك في عكس اتجاه قلعة هارين هول. وبنرجع لايجون واللي بيكون متعصب لما بيعرف ان ديمون استولى على قلعة هارين هول، وبيزعل للاريس وبيقول له ان دي قلعة عيلة سترونج اللي هي عيلتك على فكرة. فلاريس بيقول له ان القلعة دي مكسحة اكتر مني وفيها كمان سحر قديم هيدمر القوة العقلية لديمون، ده غير ان هي مفلسة لانه اخد كل الذهب اللي فيها، يعني من الاخر كده ديمون شربها. وايموند بيأكد على كلامه وبيقول اننا ممكن نستنى شوية على قلعة هارين هول ونسيبها تستنزف ديمون، واننا لازم دلوقتي نستولى على قلعة روكس ريست، ودي قلعة موقعها حيوي جدا والحاكم بتاعها يبقى رئيس مجلس رينيرا، ولو سيطرنا عليها هنقدر نقطع طرق الدعم البري عند دراجون ستون. لكن ايجون بيرفض وبيقول انه عايز هارين هول الاول. فايموند بيقول له ان كريستون بعت له انه اتحرك خلاص ناحية روكس ريست. فبيستغرب ايجون وبيسأله ازاي يبعت لك انت وما بيبعتليش انا وانا الملك؟ هو انا قفص هنا ولا ايه؟ فايموند بيقول له لقيتك مشغول في سهراتك مع اصحابك وشلة الانس بتاعتك فما حبيتش ازعجك. فايجون بيتضايق لانه بيحس ان المجلس بتاعه مقرطصه ومش عامل له اي اعتبار. وبنروح بعدها لأليسنت واللي بيبقى باين عليها انها تعبانه، وبيدخل عليها اللورد لاريس سترونج وبيقول لها الف سلامه عليكي. فبتقول له ان بطنها وجعها شويه عشان تقلت في العشاء امبارح، لكن طبعا لاريس التعبان مش بيصدقها وبيفضل يبص لها بشك، وخصوصا لما بيشوف الدواء اللي هي لسه واخداه. وبنشوف بعدها ديمون وهو بيتمشى في القلعه وسط الهلاوس بتاعته، وبيدخل اوضه فيها الحكيمه بتاعه القلعه واللي بيكون اسمها أليس، واللي بيعرف ديمون انها ابنه غير شرعيه. وأليس بتقول له شكلك كده مش بتنام كويس، انا عارفه ان النوم هنا صعب شويه لان قلعه هارين هول قلعه ملعونه من زمان. وبتحكي له ان بني القلعه قطع اشجار سحريه كانت موجوده مكان القلعه، بس ديمون مش بيصدقها وبيقول لها ان كل دي خرافات. فأليس بتقول له ده حتى السرير اللي انت بتنام عليه مصنوع من الاشجار دي. وبيتفاجئ ديمون ان أليس عارفه كل حاجه عنه وعن مراته رينيرا، وانها بتقول له انها عارفه انه عايز ياخد العرش لنفسه، عشان كده مش بيرد على الرسائل اللي بتجيله من دراجون ستون. وفي النهايه بتديله مشروب وبتقول له ان المشروب ده هيهديك ويخليك تعرف تنام كويس. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ايجون وهو راح يشتكي لوالدته ويقول لها ان المجلس بتاعه مقرطصه ومش مهتم بكلامه، لكن أليسنت بتطحن خواطره وبتقول له انه ملوش لازمه فعلا ومش بيفهم في اي حاجه، وان احسن حاجه يعملها انه يسيب الناس اللي فاهمه تشتغل ويشوف هو اي حته ناشفه يقعد فيها. وبنرجع لرينيرا واللي بتبقى مستغربه جدا لما بتسمع ان كريستون كول في طريقه لقلعه روكس ريست، وخصوصا ان القلعه دي على الناحيه التانيه من خليج دراجون ستون، فده هيخلي جيشه في مرمى التنانين بتاعتهم. فجيسيرس بيقول لها ان انتصارات كول قوت قلبه وخلته مستهتر بينا، فلازم نبعت له تنين بسرعه يبيد جيشه ويعرفه مقامه. وبيتفقوا في الاخر انهم هيبعتوا رينيس ومعاها تنينها ميليس. وبنروح بعدها لايجون اللي بيكون محبط جدا بسبب كلام امه ومعامله مجلسه ليه، وبيفكر ازاي يوري الكل انهم كانوا غلطانين في حقه ويثبت لهم انه فعلا ملك قوي ومؤثر. فبيروح يلبس درعه وينزل لتنين وسانفاير عشان يركبوا ويروح لجيش كريستون ويشارك في المعركه بنفسه. وعلى ارض المعركه بنشوف جيش كريستون كول وهو بيهجم على قلعه روكس ريست، ورجاله القلعه بيحاولوا يصدوا الهجوم، لكن جيش كريستون بيتفاجئ بتنين رينيس وهو بيهجم عليهم. وبيجي جوايين ويزعق لكريستون وبيقول له انا حذرتك اننا هنبقى في مرمى تنانينهم وانت ما سمعتش كلامي، لكن كريستون بينفض له وبيقول للرجاله بتوعه يدوا الاشاره. وجوايين بيبقى مش فاهم اشاره ايه اللي بيتكلم عليها. ورينيس بتهجم بتنينها على الجيش وبتولع في الجنود. وفي نفس الوقت ده بنسمع اشاره كريستون وبنتفاجئ بوجود التنين العملاق فيجر مستخبي وسط الشجر، لكن ايموند بيتفاجئ بايجون جاي على تنين وسانفاير، فبيقرر يستنى شويه وما يطلعش دلوقتي ويسيب اخوه يواجه رينيس لوحده في الاول. وبيهجم سانفاير على
على ميليس تنين رينيس، لكن رينيس بتقدر تتفادى الهجوم وبتكون خبرتها القتاليه اعلى بكتير من ايجون، فبتقدر ترد الهجوم وتصيب سانفاير باصابات شديده. وفي اللحظه دي بيظهر فيجر الرهيب وبيفرح ايجون جدا لما بيشوفه، لكن ايموند بيغدر باخوه وبينتهز الفرصه عشان يخلص منه وياخد العرش لنفسه، فبيؤمر فيجر انه يطلق النار على رينيس وايجون مع بعض، لكن رينيس بخبرتها بتقدر تتفادى النار وبيتصاب سانفاير اصابات خطيره وبيقع على الارض وايجون على ظهره. وبتستمر المواجهه بين ميليس وفيجر، وبنشوف كريستون وهو بيجري بحصانه ناحيه الملك، ورينيس في الاول بتقدر تسيب فيجر لدرجه انه بيقع على الارض بمنتهى القوه، فبيتصاب كتير من جنود كريستون وكريستون نفسه بيقع من على حصانه، لكن فيجر بيقوم مره تانية وبيهجم على ميليس وبيعضه عضه قويه جدا من رقبته، والمره دي رينيس مش بتقدر تهرب وبيموت ميليس وبيقع من ارتفاع كبير، وفي النهايه بتموت رينيس لما تنينها بيصطدم بقوه بالارض، وايموند بيبقى فرحان بانتصاره، وكريستون بيقوم من على الارض وبيتصدم لما بيبص حواليه ويلاقي دمار شامل في كل حته وكتير من جنوده اتحولوا لتراب، وبيوصل اخيرا لموقع الملك وبيلاقي هناك ايموند رافع سيفه ورايح ناحيه الملك، لكن ايموند بينزل السيف اول ما بيشوف كريستون اللي بيساله عن الملك، فايموند بيشاور له عليه، وبتنتهي الحلقه بمشهد للملك ايجون وهو واقع على الارض مع تنين وسانفاير. وبكده بينتهي الجزء الاول من الملخص، واستنونا مع باقي الحلقات في الجزء الثاني. سلام.